ازيكم؟ فيديو النهاردة هيكون عن الكشري، يعني مش محتاج مقدمات كتير. هوريك ازاي تبقي أستاذة فيه. هتعمليه كله في حلة واحدة من غير بقى ما نوسخ مواعين كتير وخطوات كتير تلخبطنا، وهتطلعيه كمان أحلى وأنضف من المحلات. بس قبل ما نبدأ الفيديو حابة أعرفكم عليا للي ما يعرفنيش. أنا اسمي آية، وياريت اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك، وكمان تدعموني باللايك والشير. مكونات الكشري اللي معايا هتكون بكل بساطة مكرونة صغيرة، كيس مكرونة صغيرة. يا ريت نختار اختاري يعني الشكل اللي يعجبك، بس تكون حجم صغير، سواء اللي هي الخواتم الصغيرة أو اللي هي الملفوفة دي اللي يريحك. ومعايا كمان ربع كيلو من حمص الطبيخ، جايباه ونقعاه، غسلته كويس طبعا ونقعاه قبلها بيوم من بالليل. ومعايا كمان ربع كيلو من العدس البني، غسلاه كويس ونقعته لمدة ساعتين قبل ما أبدأ في الكشري. ومعايا كمان طماطم معصورة، أنا خدتها عصرتها كويس وصفيتها من البذر والقشر، صدقوني هتكون نتيجتها أحلى بكتير. ومعايا كمان نص كيس من المكرونة الاسباجيتي، ومعايا كوباية ونص من الشعرية. بالنسبة للشعرية هتكون نص الرز، يعني أنا هعمل 3 كوبايات من الرز، فحطيت كوباية ونص من الشعرية. ومعايا كمان 3 بصلات مغسولين كويس قوي، وهوريكم هنعملهم ازاي. اول خطوه هبدا فيها في كشري الحله الواحده هتكون البصل انا غسلته كويس ونضفته، بس سبت الراس اللي فوق دي عشان هي دي اللي هتسهل عليا مسكه البصل وانا ببشره. طبعا ما تستغربوش، انا هبشر البصل عشان يطلع معايا رفيع قوي، وهو ده السر اللي هيخليه مقرمش ولونه جميل. اللي يحب طبعا يقطعه بالسكينه مفيش مشكله، بسكينه حاميه كده ونقطعه رفيع قوي. لو مش هنعرف نقطعه كويس بالسكينة نبشره. الخطوة دي يا جماعة صدقوني بتنجح البصل بتاع الكشري جدا. حابة أقول لكم كمان إن البصلة لو اتقطعت تخينة هتشرب زيت ومش هتبقى مقرمشة إطلاقا. بصوا بعد ما اتبشر بقى عامل إزاي، بقى رفيع خالص. أنا بفرده كده بس من بعضه عشان يتحمر حلو. بالنسبة بقى للخلاف على بصلة الكشري، حابة أقول لكم يا جماعة إن بصلة الكشري ما بيتضاف لهاش أي حاجة، ولا سكر ولا ملح ولا كمان دقيق ولا نشا ولا أي حاجة. بصوا أنا حطيت هنا الحمص الأول في حلة صغيرة يتسلق لوحده، واديته رشة كمون. سلق الحمص ما بياخدش أكتر من ربع ساعة. هجيب بقى الحلة بتاعتي الكبيرة اللي أنا هشتغل فيها، وهحط فيها زيت غزير شوية، يعني شوية زيت كده، ممكن نص كوباية كبيرة. وهبتدي أنزل بالبصل شوية شوية. أول خطوة في نجاح البصل إن إحنا ما ننزلش الكمية كده كلها مرة واحدة، لا بنزل شوية شوية كده أفردهم جنب بعض عشان يتحمر حلو. وطول ما أنا واقفة بفضل أقلب في البصلاية عشان تتحمر حلو. تمام. بصوا هنا خدت لون ذهبي غامق شوية ازاي. هرفعها على ورق مناديل واسيبها تنشف كده براحتها، افردها كده على المناديل واسيبها تنشف براحتها. وهي مع الهواء اللي طبعا هيبقى موجود حواليا، هي هتقرمش كده وهتبقى حلوة. حتى لو غمقت مننا سنة مفيش مشكلة، هي بتفتح بعد ما تطلع من الزيت. وبأكد عليكم تاني يا جماعة ما تضيفلهاش أي حاجة، الدقيق هيخليها تطرى معايا بعد كده، النشا هيخليها تنشف على الفاضي في ساعتها، ولما نيجي مجرد ما هنيجي نغرف الكشري هنبص نلاقيها طريت تاني. الملح هيخلي البصلة تنزل ميتها ومش هتتحمر حلو إطلاقا وهتطرى برضو. لكن الطريقة اللي أنا بقولها لكم دي هتخلي بصلة الكشري حتى لو باتت معانا يومين 3 أسبوع، حتى كمان لو مغطيينه هتلاقوه مقرمش. وهنزل بقى بقية الكمية أحمرها وهكذا لغاية ما أخلص الكمية المطلوبة. بصوا بقى حلو إزاي.
يعني بني فاتح كده او ذهبي غامق ومقرمش وجميل جدا. بصوا انا بوريكم هنا ازاي بيتكسر بسهولة. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم. بالنسبة بقى للبصل، للزيت اللي انا حمرت فيه البصل، طبعا ده مش هرميه، ده هو ده اللي هكمل بيه كل خطوات الكشري، لانه طبعا بقى منكه بالبصل فهيديني تيست عالي جدا. انا قسمت كمية الزيت في حلة تانية عشان هعمل بيها الصلصة، والكمية دي اللي هبدأ فيها اعمل بيها الشعرية والرز وبقية المكونات بتاعتي. نزلت بكوباية ونص من الشعرية وهحمرها كويس جدا في الزيت ده لغاية ما تاخد لون ذهبي غامق. الشعرية بتاعة الكشري بتاخد لون غامق شوية، كل ما تتحمر كويس كل ما تدينا نتيجة أحلى. هنزل بقى الرز بتاعي وهقلب فيه كويس قوي، أو هغلفه كله كده بالزيت عشان يطلع معايا مفلفل وجميل. بصوا بقلبه كويس قوي كده بالراحة لغاية ما احس ان كل يعني الرز اتغلف بالزيت. هنزل بقى بالعدس وهقلب برضو، اغلفه كويس قوي بالزيت واقلبه مع الشعرية والرز كويس قوي لغاية ما ياخد درجة حرارة الحلة ويبقى اتحور كويس قوي في الزيت. هنزل كوباية بعتذر، هنزل معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون. بس كده، مش هنحط أي توابل تاني. طبعا لازم نزود بس كمون زيادة شوية عشان العدس هيدينا طعم بقى وريحة ما أقولكوش. وآخر حاجة هنزل المكرونة وهي سليمة كده. أيوة زي ما بقولكوا كده، من غير سليق ومن غير أي حاجة، هي هتستوي وهتبقى زي الفل إن شاء الله. بصوا هقلبها برضو كويس قوي، هي والمكرونه الاسباجيتي كمان. بس طبعا المكرونه الاسباجيتي مش هقدر ان انا يعني ايه انزلها كلها كامله. فزي ما هتشوفوا كده انا هاخدها وهكسرها على 3 أو 4 عشان اعرف اقلبها كويس في الحله وتستوي معايا بسرعه. طبعا الكميات دي حسب الرغبة، يعني ما اقدرش اقول لكم كميات محددة. ده حسب العدد وحسب الرغبة، او في ناس بتحب المكرونة ازيد، في ناس بتحب الرز ازيد، اللي يريحكم. بس اهم خطوة يا جماعة ان في كشري الحلة الواحدة ده ان انا استخدم مقدار المية المناسب للرز، ماليش دعوة بالمكونات اللي معاه. بعيد مرة تانية، أنا مستخدمة 3 كوبايات من الرز، هنزل لهم 4 كوبايات إلا ربع مية سخنة بتغلي. يعني لكل كوباية رز أنا حاطة كوباية وربع مية، أو طبعا على حسب نوع الرز بتاعكم. في حلة تانية بقى هبتدي أعمل الصلصة الحلوة بتاعة الكشري اللي بنشوفها في المحلات وبنستغرب هي تقيلة وحلوة كده إزاي. هجيب توم مفروم وهنزل التوم بتاعي في الزيت الغزير اللي انا كنت شايلاه من بقية البصل. تمام، معلقتين توم كده حلوين كبار. بصوا وهقلبه كده في الزيت كويس، بس مش هحمره. يعني اول ما ياخد اللون الذهبي الحلو هبتدي اكمل الخطوات على طول. اهو اول ما خد لون بسيط كده نزلت الكزبرة الناشفة بتاعتي، وشموا بقى الريحة، يعني مش قادرة اقول لكم. السر بقى بتاعي ان انا هنزل معلقتين كبار من الخل، بس طبعا نحاول نبعد وشنا عشان يعني بيحصل فوران كده ومناخيرنا توجعنا، فنحاول نبعد كده من الفوران اللي هيحصل. حابة كمان أقول لكم إن أهم سر في عمايل صلصة الكشري هو الزيت الكتير اللي أنا حطيته. محدش يحط زيت قليل، مش هتدينا نتيجة حلوة خالص يا جماعة. جربوا كده تحطوا زيت كتير وشوفوا النتيجة هتبقى عاملة إزاي. أهو بصوا الفوران بتاع الخل. وبسرعة بسرعة هنزل الطماطم بتاعتي أو عصير الطماطم أو الصلصة أو أيا كان. وحابه اقول لكم كمان ان الطماطم انا زي ما حطيتها كده انا هسيبها تغلي او تتقل على النار، مش هحط التوابل دلوقتي خالص. واول ما تغلي وتعمل الفقاقيع اللي على الوش دي ابتدي بقى اتبلها. احنا مش هنحط توابل كتير، هي معلقه ملح
ورشة فلفل بسيطة ومعلقة كمون، بس مش اكتر من كده. طبعا انا حاطه كزبرة في الاول وانا بحمر التومية، وهسيبها بقى تتقل مع نفسها. وعقبال ما تتقل تعالوا بقى اوريكم سر دقة المحلات اللي بتبقى مش قادرين نقاومها يعني. اول حاجه انا ما بحبش الدقه اللي هي بتكون على السخن لان اضرارها كتير، بس اللي حابب يعملها طبعا براحتكم. لا قدر الله ممكن ارتجاع في المريء او حموضه عاليه، فاحنا مش عايزين ناذي معدتنا يعني. فانا هعملها على البارد. حطيت معلقه من الثوم ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره ورشه فلفل بسيطه قوي، والملح حسب الرغبه. وبعد كده هديهم كوبايه ميه كبيره. تمام كده، وهقلب الحاجات دي كلها كويس قوي مع بعض. وهحط كمان معلقتين خل، وهحط كمان ليمونتين هعصرهم، وهقلب جامد قوي لحد ما المكونات دي كلها تمتزج مع بعض. ونسيبها شوية كده تهدى، وتفرجوا بقى على الطعم الجميل. اللي حابب يعملها على السخن طبعا بيحمر برضو الطماية الأول في زيت غزير، وبعد كده بيعمل طشة بالخل، وبعد كده ينزل عليها بالمية ويسيبها تغلي. وبعد ما تغلي خلاص كده بيطفي عليها وبتكون جاهزة يعني. نرجع بقى للطماطم كده نشوفها. بصوا بقت حلوة ازاي، تقلت. وزي ما انا بشاور لكم كده، سر حلاوة الصلصة بتاعة المحلات الزيت اللي بيكون على الوش ده يا جماعة. لو حابين تتخلصوا منه او متضايقين منه، بكل سهولة كده هنشيله من على الوش، وهنعرف نتخلص منه بسهولة يعني. اللي مش فارق معاه خلاص عادي مفيش مشكلة. نروح بقى للحلة الأساسية بتاعتنا وهي الكشري، كله في حلة واحدة ونشوفها استوت ولا لأ. بصوا بقت حلوة ازاي. بصوا كل حاجة مفلفلة، والناس اللي بتبقى قلقانة من سوى المكرونة يعني مش قادرة اقول لكم يا جماعة استوت وكل حاجة زي الفل. اهم حاجة بس نظبط مقدار المية وما نزودش المية عشان الحاجة بتاعتنا ما تعجنش. بصوا سوى الرز والعدس، يعني مش محتاج كلام. والمكرونة الاسباجيتي طبعا بتتقطع بكل سهولة، ويعني مش قادرة اقول لكم على الجمال بتاع حلة الكشري. طبعا اللي حابب يعمل العيش بتاع الكشري يحمره في زيت غزير قبل ما يعمل البصلايه. بنقطع العيش مربعات كده صغيره، العيش الشامي، وبنقليه في زيت غزير، وبعد كده بنديله رشه ملح وكمون. يا رب تكون الطريقه دي عجبتكم. هستنى رايكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.